رد الهجوم على الأمة الإسلامية لطمس ومحو هويتها. الكل كان يريد ذلك، الأنظمة العالمية الموجودة الآن، وبالتحديد الأنظمة التي تمول من قبل الصهاينة ومن قبل الأمريكان ومن قبل، والآن هناك المشهد ربما أصبح غاية في الوضوح. نعم. نحن الآن أمام محور اكتملت أضلاعه الثلاثة: أمريكا، إسرائيل، إيران. وأصبح هذا المحور يوضح عن حقيقته بمنتهى الوضوح، لا يقف في منطقة رمادية، بل يقف في منطقة واضحة، سواء كانت بيضة ولا سوداء، المهم أنه هو واضح الآن في عداوته ضد الأمة الإسلامية السنية بالتحديد. وهذا ما أشار إليه أوباما في آخر تصريح صحفي له، أو في حوار صحفي له أخير، ذكر أكثر من 20 مرة يقول حلفاؤنا في المنطقة العربية أو في الشرق الأوسط، ثم يقول الإسلام السني، الإسلام السني بالتحديد. وعندما جاء على ذكر إيران لم يقل الشيعي ولم يقل الشيعة، باعتبار أن الإسلام السني هو من يصدر الإرهاب للعالم. نعم. هو من صنع داعش، هو من صنع طالبان قبل داعش، وبالتالي الإسلام السني هذا لابد من تنقيته وتهذيبه. نفس المصطلحات التي يستخدمها أوباما يستخدمها عبد الفتاح السيسي، يستخدمها بشار الأسد، يستخدمها حفتر، يستخدمها كل مستبد يريد أن يثبت أركان عرشه على حساب دماء شعبه، وخاصة الفصيل الذي يرفع الهوية الإسلامية السنية بالتحديد، بإسقاط واضح جدا جدا. من يقتل في سوريا الآن هم الذين يقتلون على الهوية الإسلامية السنية فقط لا غير. الذين يقتلون في مصر هم الذين يقتلون على الهوية الإسلامية السنية. لم يقتل في مصر مسيحي، ولم ينتهك عرض مسيحية. عندنا بالتوثيق وبالحقائق أكثر من 600 حالة اغتصاب كامل داخل السجون عبد الفتاح السيسي. عندنا أكثر من 300 اعتقال لأطفال. عندنا أكثر من 40,000 معتقل حتى الآن داخل الزنازين. أكثر من 250 حالة منهم ماتوا تحت وقع التعذيب داخل السجون. كل هؤلاء من المسلمين السنة بالتحديد. وليس أدل على هذا أن يقتل المسلمون السنة في يوم عيدهم، يوم عيد الفطر 6 نلاقي مجموعة من الشهداء قدروا ب6 تقريبا. نعم. وفي يوم العيد ما بالك؟ تخيل حضرتك لو قتل هذا العدد أو نصفه أو أقل من النصف في يوم قداس مثلا، في يوم عيد النصر.